السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم ونتبع تطور الكرتونات المصرية ونستعرض مجموعة من أهم الكرتونات. مصر كانت من أوائل دول العالم اللي أنتجت أفلام رسوم متحركة. مش أفندي ده أول كرتون مصري عربي في التاريخ، تم إنتاجه سنة 1936، يعني من حوالي 90 سنة. ظهرت شخصية مش أفندي لأول مرة في فيلم بعنوان مفيش فايدة. شاب مصري دمه خفيف لابس الطربوش اللي كان شائع في مصر في الوقت ده، وبيتكلم بالعامية المصرية وبيغني ويرقص زي المصريين، وطريقة رسمه كانت شبه رسومات الكاريكاتير اللي كانت منتشرة في مصر في الثلاثينات. ومش أفندي ما كانش كرتون للضحك وبس، أفلامه كانت بتناقش مشاكل اجتماعية في الفترة دي، زي مثلا أفلام اتعملت علشان توعي الناس بالسلوك اللي المفروض يعملوه أثناء حركة المرور. لازمته ايه ضرب الكلاكس؟ هو في حد ماشي قدامك؟ يا سيدنا دي إشارة مش بني آدم. وأفلام تانية شجعت المصريين على التبرع والتطوع للجيش أثناء الحرب. الشخصية حققت نجاح كبير في وقتها وظهرت جنب نجوم كتير من نجوم السينما، ومش أفندي بقى أول علامة حقيقية إن مصر دخلت عالم صناعة الكرتون من بدري جدا. المغامرون الخمسة. في البداية كان عبارة عن سلسلة كتب أدبية اتنشرت لأول مرة سنة 69، وبعدين اتحول لكرتون عبارة عن 30 حلقة سنة 2002 بيحكي عن المغامرون الخمسة: نوسة ولوزة وتختخ وعاطف ومحب، اللي نقدر نعتبرهم مجموعة من المحققين الصغار اللي بيساعدوا الدكتور علام عشان يحمي اختراعه ساعة إيقاف الزمن، وأحيانا بيستعملوها في مغامرات تانية لحد ما في واحد بيسرقها اسمه فاي الشرير، وبتبدأ المواجهة ما بين المغامرين وما بين فاي. عصام والمصباح. كل ما تطلع شمس جديدة الأحلام بتزيد، واحنا عشان أحلامنا سعيدة هنحققها أكيد. بيحكي عن عصام الدين، والمفروض ان ده يبقى اخو علاء الدين الشخصيه المعروفه، لكنه بيعيش في العصر الحالي. هتقول لي ازاي؟ هقول لك معرفش. عصام عنده احلام وطموحات كتير عايز يحققها، لكنه بيأجلها لحد ما يلاقي مصباح زي اخوه علاء الدين. عشان كده هتلاقي انه كسول ومش مجتهد دراسيا، لحد ما اخيرا بيلاقي مصباح سحري وبيطلع له الجني، لكنه جني مختلف شويه عن بتاع علاء الدين، مش بيحقق لك امنياتك غير لو انت حققت له 10 طلبات، وده بيخلي عصام يجتهد علشان ينفذ طلبات الجني عشان يحقق له امنياته. وده بيعلم عصام حاجات كتير وبيطور شخصيته عشان في النهايه يتعلم ان الاحلام بتتحقق بالعمل والاجتهاد مش بالمصابيح والخرافات. المسلسل استمر ل6 مواسم بعدد حلقات 600 حلقه، لكن بصراحه انا ما اتفرجتش غير على الموسم الاول اللي كان احمد الفيشاوي بيعمل صوت عصام فيه. هو ده عملتها قبلك يا حلو. عن طيب الجنة الكون غنى والكل بيتعلم منك. سنوحي. بتحصل احداثه في زمن المصريين القدماء مع سنوحي واصحابه، وبصراحه صعب اوصف المسلسل ده كان بيتكلم عن ايه بالظبط لان الحلقات مش مترابطه وملهاش نسق معين، لكن نقدر نقول انه كرتون مغامرات. سنوحي واصدقائه بيدخلوا مغامره جديده في كل حلقه، وزي اي كرتون مصري الاغنيه بتاعته كانت سبب في شهرته، واللي كان بيغنيها تامر حسني. أنا مشهور كده وسط أصحابي. سوبر هنيدي. ها صلعت لقيت جده. ما سبتش حتة ما دورتش فيها يا عمو. ولا انا، ده حتى قهوة المعاشات اللي متعود يقعد عليها رحت لقيت اصحابه كلهم عندهم زهايمر اصلا ومحدش فاكره اساسا. وزي ما هو واضح من الاسم، الكرتون كان من بطولة محمد هنيدي اللي طالع بدور محقق خاص، ومعاه نجم الكوميديا طلعت زكريا اللي كان بيقدم شخصية صلعت صاحب هنيدي اللي بيساعده في حل الألغاز. كل حلقة بيكون فيها لغز وهنيدي بيحاول يحله، والقضايا اللي كان بيناقشها المسلسل هي قضايا اجتماعية وسياسية حقيقية وقريبة للمشاهد، زي رغيف العيش والهجرة غير الشرعية واحتراف اللاعبين خارج مصر. وظهر في المسلسل نجوم كتير، في اللي كان بيظهر بصوته وفي اللي كان بيظهر لكن بصوت ممثل تاني. ومن أبرز الناس اللي ظهرت المطرب عمرو دياب، والإعلامي عمرو أديب، والممثل أحمد السقا، والكابتن حسن شحاتة، وأحمد شوبير. والمسلسل استمر 4 مواسم بعدد حلقات 45 حلقة. بكار. روحه مصري والنيل جوا بيسري، تاريخ أرضه وبلاده بيجري جوا
جوا دمه. واحد من اشهر الكرتونات المصريه ان لم يكن اشهرها بالفعل، اتعرض لاول مره في رمضان سنه 98 ومن ساعتها بقى طقس رمضاني عند المصريين، وكان بيتعرض وقت الفطار. بيحكي عن بكار طفل من النوبه من جنوب مصر بيدخل مغامرات هو واصحابه وبيساعد الشرطه في حل الالغاز لانه بيشعر بالمسؤوليه تجاه المجتمع، وفي اخر كل حلقه بيقدم رساله اخلاقيه للاطفال عن الانتماء وحب الوطن. والمسلسل وقف سنه 2007 لكنهم كانوا بيعيدوا عرض الحلقات القديمه كل سنه. وخلينا ما نتكلمش عن النسخه 3 دي اللي عملوها في 2015. وطبعا من اكتر الحاجات المميزه للمسلسل وكانت سبب انه يفضل عايش هي اغنيه المسلسل اللي غناها محمد منير، ودي اكتر حاجه بتميز الكرتونات المصريه. الاغنيه دايما بتكون احسن حاجه في المسلسل، لدرجه انك ممكن تلاقي ناس ما شافتش بكار مثلا لكن هتلاقي انهم حافظين الاغنيه. عائلة الأستاذ أمين بيحكي عن الأستاذ أمين، رب أسرة عادي بيواجه مشاكل معيشية واقتصادية زي أي رب أسرة تاني وبيحاول يتغلب عليها، لكن اللي بيميز المسلسل ده إنه قريب قوي للمشاهد، بيت مصري عادي، مشاكل يومية وشخصيات ممكن تكون شبه ناس نعرفهم. المسلسل اعتمد على الكوميديا الاجتماعية والسخرية من تفاصيل الحياة اليومية، وده خلاه واحد من أقرب المسلسلات للبيت المصري. والمسلسل اتعمل منه موسم واحد بس بعدد حلقات 30 حلقة. بسنت ودياستي بسنت لو وجعت راسك يا دياستي ارجع هنا ناسك. بسنت لو وجعت راسك يا دياستي ارجع هنا ناسك. بيحكي عن المعلم دياستي اللي بيقوم بدوره صلاح عبد الله وزوجته بسنت اللي بتقوم بدورها حنان ترك. دياستي بيعيش هو وبسنت في قرية في الريف المصري وعنده محل في القرية، ودايما دياستي بيحاول يبان انه اهم مما يبدو عليه وسابق عصره وانه راجل مثقف ومهتم بالتكنولوجيا والتقدم حتى لو القرية كلها مش مقتنعة بده. الكرتون اعتمد على كوميديا الموقف وعلى التناقض ما بين الطموح الكبير والواقع البسيط، واتعمل منه 3 أجزاء بعدد حلقات 90 حلقة. في النهاية يمكن الإنتاج المصري أو العربي ما كانش أحسن حاجة، ويمكن لو عملنا مقارنة بينه وبين الأعمال العالمية ما هيكونش في وجه للمقارنة أصلا، لكن بتفضل ليهم مكانتهم في قلوبنا، ونتمنى في المستقبل يكون في إنتاج أكتر بجودة أحسن. ودي كانت كل حاجة في الفيديو. أتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، وقولوا لي في التعليقات إيه أكتر كرتون مصري كنتوا بتحبوه.